أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. دي فاترينة الرباط الحاميات في متحف الحضارة، ودول مجموعة من تماثيل الرباط الحاميات اللي كانوا موجودين في مقبرة الملك العظيم أمنحوتب الثاني، وكانت مسؤوليتهم حماية جسم الملك في العالم الآخر. أول تمثال بنقابله في الفاترينا هو تمثال الربة نخبة، والمصري القديم صورها في هيئة أنثى النسر، وكانت نخبة رمز الحماية لمدينة نخب، العاصمة الدينية والسياسية لمصر العليا في عصور ما قبل التاريخ. وبعد كده أصبحت نخبة رمز الحماية لمصر العليا كلها. التمثال اللي بعده هو تمثال واجي، وهي أقدم الرباط الحاميات، وبتكون على هيئة حية الكبرى، وكانت رمز الحماية لمصر السفلى. ويقال إن واجيت كانت ممرضة حورس بن إيزيس وأوزيريس، وده بيفسر ليه اعتبرت من الرباط الحاميات. أما التمثال اللي بعده هو تمثال الربة ميرت سيجر، وهي على هيئة حية الكبرى المجنحة، وكانت ميرت سيجر ربت حماية المقابر الملكية وحماية عمال المقابر والبنائين، وكان يرمز لها بالقمة. وكان هناك نص لشخص يدعى نفر عابو جاء فيه: لقد كنت رجلا جاهلا من دون قلب، وكنت أفعل الآثام ضد القمة، وقد علمتني درسا، فهي تضرب بقوة أسد وحشي، وهي بالمرصاد لمن يسيء لها، وقد التفتت إلي برحمتها وقالت أنها ستجعلني أنسى المرض الذي كان في جسدي. وده بيدل على قوتها ورحمتها. التمثال اللي بعد كده هو تمثال الربة محت ورد، وهي البقرة التي تلد الشمس وترفعها بين قرنيها، ومعنى اسمها الفيضان العظيم، وهي إحدى الربات السماوية، فهي تمثل نهر الجنة الذي يبحر فيه رع رب الشمس. والتمثال الأخير معانا هو تمثال الربة حتحور، ربة الأمومة والجمال، واعتبرت من الربات الحاميات لأنها هي اللي حمت وأرضعت حورس بن إيزيس وأوزيريس في الأسطورة الشهيرة، فأصبحت أم ليه وأم للطبيعة. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو اللي أتمنى إنه يكون عجبكم.